بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم يا غاليين في قناة مشترياتي وأكلاتي مع أم عمر. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. سعدني وشرفني دايما متابعتكم على القناة. بتمنى أن الجميع بخير. ازيكم كده يا غاليين وازاي صحتكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا انتوا عارفين انني اللهم بارك في مصر. جزة سريعة كده، أنا نازلة أنا وبنت الصغننة بس. انتوا عارفين ان حماتي كانت هنا يعني، وهي نازلة شبط فيها انا وبنتي الصغننه. كان عندي ظرف يا جماعه في مصر، الحمد لله ربنا حلها على خير يعني، الحمد لله رب العالمين. فكنت لازم انزل يعني اطمن على ابني واشوفه، كان تعبان شويه بس الحمد لله رب العالمين. ربنا يكتب سلامته يا رب وسلامه حبايبكم كلهم، اللهم امين يا رب العالمين. كان المفروض الله يعافيكم هيعمل عمليه، بس كشف عند كذا دكتور قال الامور مستتبه والحمد لله رب العالمين. رغم ان هو عمل العمليه دي قبل كده هنا في السعوديه، القرنيه بتاعه العينين دي. فاجا لما راح يجدد النضاره بتاعته، الدكتور قال له عينيك مش عارفه فيها ايه، لازم عمليه تانية. فانا قلت له يا ابني لازم نروح نكشف عند اكتر من دكتور. المهم الدكاتره التانيين اللي كشف حداهم قالوا له الحمد لله رب العالمين الامر مستتب، وما فيش عمليه ولا اي حاجه الحمد لله رب العالمين. فالحمد لله قدر الله ما شاء فعل يعني. انا نزلت كنت نازله عشان ظروف ابني دي، بس الحمد لله رب العالمين قدر الله ما شاء فعل. الخير يا جماعه فيما اختاره الله. يعني حتى ابني زعلان يقول لي احنا كنت عايزه انا اللي اجي في الاجازه عشان اشوف اخواتي واطمن على ابويا وكده، بس سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. زي ما قلت لكم الواحد الانسان مش بخط خطوه الا ان شاء الله رب العالمين يكون له فيها خير. الحمد لله. دعواتكم كده ايه لعمر ابني، ربنا يشفيه ويعافيه وينجحه كده ويكتب سلامته هو وكل شباب اولادكم وشبابكم، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا بقى يا غاليين، انا دلوقتي في دمياط الجديده. الفيديو دي من دمياط الجديده، من حديقه الحديقه بتاعه دمياط الجديده. عايزه اقول لكم اول مره في حياتي اروح دمياط الجديده دي. اللي ودتني جارتي قالت لي يا ام عمر لازم اوديك دمياط الجديدة تشوفيها، حلوة خالص يا ام عمر وجميلة ومش عارف ايه. اول يوم فسحتني في جمصة هي وعيالها، ربنا يبارك فيهم يا رب. خدونا انا وعمر طبعا بالسيارة، فسحونا في جمصة. تاني يوم خدوني دمياط الجديدة زي ما انتم شايفين كده، اول مرة اروحها. عايزة اقول لكم كمان اللهم بارك، شوفوا الجار لما بيكون ناس محترمين وولاد اصول بيبقوا بالنسبة لكي من اقرب الاقربين يعني. سبحان الله، على رأي المثل اللي بيقول ايه، اختار الجار قبل الدار. سبحان الله. ف... فبصراحة جارتي ديت من الناس المحترمين جدا، ومن الناس المؤدبين اللي سبحان الله، ولاد الاصول بتوعت ايام زمان كده اللي مش تلاقوهم دلوقتي. الحمد لله رب العالمين، ربنا دايما بيحط في طريق ناس ولاد حلال، الحمد لله. اللهم لك الحمد يا رب. اللهم صل على محمد. عايزه اكلمكم كمان على الحديقة دي. الحديقة دي يا جماعة عجبتني بصراحة. عموما دمياط الجديدة على بعضها عجبتني. احنا كنا رحنا بعد المغرب مباشر، صلينا المغرب هناك. بصوا يا جماعة الحديقة اللهم بارك كبيرة كبيرة زي ما انتم شايفين كده، ونظيفة وزي الفل. وتمشوا فيها مش تجيبوا اخرها، بصراحة مكان جميل خالص للتنزه والفسحة. وهادي، مكان هادي يعني. مثلا لو انت كمان بتحب الخصوصية انت وعيلتك، بتلاقي اماكن كده ما شاء الله ممكن تقعدوا فيها انت واسرتك بس للخصوصيه كده، ما شاء الله تبارك الله. وفي هناك طبعا كافيه، وفي هناك مساجد، مسجد نسائي ومسجد رجالي، وحمامات عزكم الله. يعني بصراحه حديقه متكامله وجميله ونظيفه وزي الفل. والرسوم بتاعتها لا تذكر يعني، 5 جنيه على الفرد يعني، ما شاء الله تبارك الرحمن، حاجه كده لا تذكر يعني، في سبيل الحاجات اللي جوه طبعا المكان نظيف وزي الفل. وتمشوا فيها كده زي ما قلت لكم، انا مصوره لكم من على الوش بس ما بعدتش يعني. تمشوا فيها كده مش تجيبوا اخرها خالص، ما شاء الله تبارك الله. في ممشى طبعا، وفي العاب اطفال، وزي ما قلت لكم في كافيه وفي مساجد، ما شاء الله تبارك الرحمن. حاجه لا يعلى عليها بصراحه. زي ما قلت لكم اول مره اروح دمياط الجديده واتبسطت فيها، ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على النبي. ربنا يبسط الجميع يا رب، وربنا يا رب يبارك لجارتي كده، يبارك لها في عيالها ويسترها معاهم، وتشوفهم دايما من المتفوقين الناجحين في حياتهم، اللهم امين يا رب العالمين.
بصوا كمان دي الاماكن اللي بقول لكم عليها فيها خصوصيه شويه. بتاع زي ديت كده كتير خالص هناك، يعني ممكن تاخدي كده جلسه وتقعدي فيها انتي والعيال. يعني زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله. عايزه اقول لكم كمان ان لقيت ناس ما شاء الله طبخه واخدين الاكل وبتغدوا او بتعشوا. يعني عايزه تفرشي وتقعدي على النجيله ماشي، عايزه مثلا تقعدي في ركنه زي ديت كده ما شاء الله. كتير خالص يعني. كتير كتير منتشرة هناك. تقعدي برضو اللهم بارك زي ما انتوا شايفين، مكان مميز خلاص يا جماعة وحلو. الناس اللي حوالين دمياط الجديدة كده وفي جمصة والأماكن ديت ممكن يروحوا الحديقة ديت. هي طبعا مش دمياط الجديدة مش بعيدة عن جمصة. ما شاء الله تبارك الرحمن. قريبة من بعضها، يعني مثلا تلت ساعة بالسيارة أو نص ساعة بالكتير ما شاء الله تبارك الله. اهو زي ما انتوا شايفين اللهم بارك الحديقة كبيرة خالص، وزي ما قلت لكم فيها العاب كتير للاطفال. اللهم صل على النبي. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. بصوا يا غاليين. زي ما قلت لكم مكان جميل خالص للتنزه يعني، ومكان عائلي حلو خالص. عايزه اقول لكم كمان عشت يومين حلوين ربنا يحل ايامهم يا رب، اللي يفسحوني كده. انا يعني كم عمر يعني مش بحب الطلعات الكتير ولا اللف الكتير ولا الكلام ده. حتى يعني انا عايزه اقول لكم كمان. انا مصريه بس في اماكن كتير خالص 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 في مصر انا ما روحتهاش ولا عارفها. يعني انا عايزه اقول لكم انا طلعت من بلدنا من الارياف، جيت على السعوديه على طول. يعني لو قلت لكم ان انا عمري في حياتي ما رحت مصيف الا السنه اللي فاتت بتاع اللي هو مصيف جمصه ده. عمري ما رحت الاهرامات ولا الاماكن اللي هي السياحيه ديت او عمري بصراحه ما رحت الاماكن ديت يعني. ما شاء الله تبارك الرحمن. آه، سبحان الله يعني مش بحب يعني. مش بحب اطلع كتير كمان، ويعني ايه مختصرة على بيتي وحياتي وعيالي كده. اللهم بارك. حتى اني كنت في مدرسة القرآن. عايزة اقول لكم زمايلي كانوا في مدرسة القرآن في السعودية، يقولوا لي يا ام عمر ما شاء الله حداكم ومش عارفة منطقة ايه حلوة خالص في مصر، وبنجي نتفسح فيها ومش عارفة ايه. حلوة خالص يا ام عمر. وما اعرفش اقول لهم والله اني عمري ما رحت المكان اللي انتوا بتقولوا عليه ده ولا عارفة حاجة عنه. يقولوا لي معقوله يا ام عمر؟ اقول لهم انا ما يعني ايه ما اعرفش اماكن كتير في مصر. البلد اللي اني قاعده فيها ومتزوجه فيها ابو عمر بلدي اصلا يعني. في اماكن انا ما اعرفهاش، وفي ناس انا بشوفهم اكني بشوفهم لاول مره برضو. يعني ما شاء الله مش منفتح انا على الدنيا كده ولا ايه، ولا اعرف الاماكن قوي ما شاء الله. زي ما قلت لكم طلعت من بلدنا جيت على ايه على السعوديه على طول. ما شاء الله. في مسجد زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على النبي. مسجد نساء ومسجد الرجال. انا كنت راح اصلي المغرب كده وانا بصور لكم هنا. بعد ما صليت المغرب وطلعت بقى ما شاء الله كان الجو بدأ ان هو ايه زي ما انتم شايفين كده يضلم شويه. احنا كنا بعد المغرب على طول زي ما انتم شايفين كده. اللهم صل على النبي. عايزه اقول لكم كمان نفس النظام زي في مصر زي في السعوديه. في اماكن يا جماعه في السعوديه برضو عمري في حياتي ما روحتها في الرياض. يعني احنا اماكننا محدوده خالص، اماكن الخروج بالنسبه لي محدوده خالص. يعني الناس برضو يقولوا لي يا ام عمر ده مش عارفه في وادي نيمار، ده مش عارفه في وادي ايه. احنا حديقه زي دي كده جنب بيتنا نروحها في السعوديه. مثلا سافوري بتاع العاب العيال. اروح مثلا مول اشتري شويه طلبات مثلا اقوم اصور لكم في فيديو. انما زي ما انتوا زي مصر زي هنا زي السعوديه برضو مش منفتح يعني، ولا بحب الف ولا اروح ولا اجي وكده. وسبحان الله يا جماعه ايه حسب ما الواحد يتعود برضو. ممكن ابو عمر برضو بيجي تعبان من الشغل فما بنطلعش كتير يعني. يعني احنا من اسره بيتوتيه. شفتوا انتوا الناس اللي بتقول اسره بيتوتيه شويه ما شاء الله تبارك الرحمن. اللهم صل على النبي. يا رب كده الناس اللي تاخد فكرة عن الحديقة بتاعة دمياط دي. واحنا حدانا في مصر ما شاء الله اماكن جميلة خالص ما شاء الله. اللهم صل على النبي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.